ومع صعود الشامي للنجومية في وقت قصير حبينا نعرف منه مين كان الداعم الأكبر لي. والإيمان بالنفس. أنا دائما بقول جملة لما هي شوي بدها صفنة، إنه أنا كنت الإيمان الوحيد بظل الكفر، بظل الإنكار بموهبتي. الكفر بمعنى هو الإنكار، كانوا دائما ينكروا موهبتي وينكروا أنا شو بعمل، بس أنا الوحيد اللي كنت مآمن. مين كان أول شيء مش مآمن فيك؟ من العائلة أو يمكن أصدقائك يلي أول ناس يمكن اكتشفوا موهبتك؟ ما فيني أقول إنه هن حجي، أنا آسف توبشني. الحجي كان عنده بس وجهة نظر إنه عم بيحاول يدور على شيء للمستقبل أضمن فيه ضمانات أكتر. وأنا يعني كنت عامل له إنه مرة قال لي جملة، قال لي من بين كل هالملايين بالوطن العربي اللي بده يصيروا فنانين، إنه يا ابني إنه عن جد أنت حتصير فنان من بيناتهم. إنه إيه بعد كم شهر جات لعنده تلاقي من بين كل هالملايين اللي بده يصيروا فنانين أنا صرت الفنان اللي كان بدك يعني. مو بس غرورا مني، لا كمان مشان ارضي الشك اللي كان جواته باتجاه ابنه. هو كمان حيحس بشعور كتير لطيف اذا كان ابنه ناجح والعائله كلياتها.